استاذ اشرف معلش ثانيه واحده، انا عندي اقتراح لو ينفع ممكن اقوله؟ طبعا. طيب ايه راي حضرتك نجيب مترجم يترجم لك ونسيب اشغالنا بقى ونقفل الاوتيلات ونقعد نشرح لك. ايه رايك؟ هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ لما الموظفين حواليك عشان يشرحوا لك الشغل ماشي ازاي، على اساس ان احنا شغالين في محل كشري هيشرحوا لك في قعده واحده الشغل ازاي يمشي. اتفضلوا يا استاذ، يلا كل واحد على شغل. مش قاعدين في مدرسه احنا عشان نعلم. هو انت ازاي تكلمني كده قدام الموظفين اللي انا هبقى مديرتهم خلاص؟ ايه؟ مديرة ايه وزفت ايه على دماغك؟ انت عايزالك ولا 20 سنه عشان تتعلمي وتمشي شركه زي دي؟ بس انا اظن ان جده كان عنده راي تاني. يا بنتي جدك كان بيعند معايا وعنده ده ما خلاهوش يشوف ان واحده زيك ما ينفعش تمشي شركه زي دي. ساره يا حبيبتي، احنا الاتنين في مركب واحده، يعني انت لو سبتيني انا اللي اسوق انا اوعدك ان انا اضمن لك حقك وفلوسك بدل ما انت اللي تضيعيهم. ولو يعني مش على مزاجك تعملي اي حاجه خالص بعيني نصيبك. لو وافقتي انا عندي اللي يشتري جزء كبير جدا من الشركه دي وبالفلوس دي اطلع لك نصيبك، وبكده يا ستي تبقي خدتي حقك تالت وانتهت. فكره مش بطاله خالص. هو ايه اللي فكره مش بطاله؟ هو انت معايا ولا معايا؟ معاكي طبعا، طبعا معاكي، بس الاستاذ خالد عنده وجهه نظر تحترم يعني. وبعدين بيني وبينك برضو الشركه مسؤوليه كبيره عليكي قوي يا ساره. وانا قد المسؤوليه دي، وانتوا الاثنين مش هتحبطوني بكلامكم، وانا واثقه ان انا هعرف امشي الشركه دي زي ما جده كان ممشيها بالظبط. وانا كمان واثق فيك يا ساره وفرحان جدا بثقتك دي، وطبعا انا كخالد لازم اقف جنبك. استاذ اشرف، ايوه تعالى يا استاذ اشرف. دلوقتي ساره، استاذه ساره المديره هي مسؤوليتك النهارده، ماشي؟ هتمشي معاها على كل قسم من اقسام الشركه عشان تفهم الشغل ماشي ازاي، لان استاذه ساره مش هتمشي النهارده من الشركه غير لما تكون فاهمه كل الشغل. بعد ما تخلص بقى يا استاذ اشرف توديها على الكيدز اريا وانا ابعت الناني بتاعتها عشان تجيبها، عشان احنا ناقصين بقى نبقى عيال وقرف.